السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. خلاص رجعنا بيتنا تاني. قضينا رمضان الحمد لله على خير، والعيد واجازة العيد والحمد لله. ورجعنا بقى عشان ناخد دروس تاني من الاول ونروح المدارس تاني، والامتحانات الفترة الجاية دي كلها امتحانات للاولاد، ربنا معاهم يا رب. وربنا يجعل ايامكم يا حبايبي كل يوم عيد، مش العيد بس الصغير، لا يجعل ايامكم كلها اعياد يا رب. ماشي. واحنا النهارده بقى زهقنا من الاكل، وزهقنا بقى من الطبيخ، وزهقنا والله من كل حاجه. وكلنا فسيخ في العيد، وكلنا رنجة. بس اني الحاجة اللي مش هتستفادوا بيها الصراحة مش بحب اصورها. يعني ايه الفايدة ان اني باكل رنجة او باكل فسيخ او باكل حاجة مش إلها لازمة؟ يعني انا شايفة كده. فزي ما انتم شايفين النهاردة بقى هنعمل حاجة بسيطة اقتصادية. اي نعم الباذنجان بقى الكيلو ب10، بس يعني اقتصادية برضو، اوفر من اللحمة ومن الفراخ وكده. وعشان احنا زوجنا والله مش على التوفير، احنا زوجنا من الاكل كله. يعني ما شاء الله شهر رمضان ده عملنا فيه كل حاجة الحمد لله رب العالمين، يعني فضل ونعم. وطبعا كلكم زينا برضو، حتى لو بتعملوا بالجليل مثلا، بس اهو كله بياكل الحمد لله. فاحنا بقى النهارده قلنا نعمل مسجعة. ولا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة، يعني مش تحطي فيها أي حاجة زي يقول كده مسجعة باللحمة والكلام دي كله. أنا مش بحب غير المسجعة بتاعتنا بتاعت زمان زي ما انتوا شايفين كده. دي معانا باذنجان قشرناه ماشي وقطعناه كده، ولسه هنقشر البطاطس برضو ونقطعها. تمام وايه، وهوريكم احنا هنعمل ايه ان شاء الله يا حبايبي. بصوا انا حاجتي بتبقى مغسوله ونظيفه، مش بغسلها ساعه ما استعملها، لا. يعني الباذنجان دي هو انا حطاه مغسول ومنشفاه بالمناديل ونظيف وحلو. ماشي، بس عشان هو كان في التلاجة يعني عرجوني شوية كده، في شوية مية كده. ماشي اهو. وحتى الفلفل نظيف، يعني ممكن اخد من التلاجة على طول واكل على طول. والبطاطس ولا عليها طين ولا حاجة، عامله لها كده سفنجة بغسلها بيه تحت الحنفية. برضه هنستفاد برضه من بعض. وان شاء الله برضه يعني ايه تبقى الحاجة على طول جاهزة معاكي، ولا تغسل ولا تعملي ايه ما تعوزي ايه تستخدميها. فخليكم معايا نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. انا هقوم اجلي الباذنجان واقشر البطاطس على ما الباذنجان ينجلي، وخليكم معانا ان شاء الله. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين جالنا الباذنجان اهو، نجلي في البطاطس. تمام، وهنوريكم هنعمل ايه بقى. دلوقتي يا حبايبي احنا هنضرب في الكبه اليدويه دي كام فص توم كده، بس شويه حلوين يعني زي ما انتم شايفين كده. ماشي شويه حلوين، بس توم دي كان في الفريزر بخزنه. والفلفل الاحمر دي برضه عشان الصيف مش بيبقى فيه فلفل احمر، او لو فيه بيبقى غالي جو، فطلعت فلفلتين من دول اللي هم الحمر على كام واحد من الاخضر اهم اتنين. ماشي، وهعملهم دلوقتي في الزيت زي ما هتشوفونا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، حطينا كده الثوم والفلفل اللي احنا ضربناه كده على النار اهو، هيدبل مع بعض وريحته كده تطلع. ماشي. بصوا انا بصراحه مش بحب الحاجه المتخزنه جوه في الفريزر، يعني فلفل او توم او حاجه. بس عشان الفلفل الاحمر ساعات مش بيبقى موجود في حاجات، انا بحبها بالفلفل الاحمر مش الاخضر. يعني زي ايه؟ زي الباميه مثلا، زي المسجع. بس احنا يعني ممكن انت تعملي فلفل احمر كله، ممكن تعمليه اخضر كله، مش هيقول لا. بس في حاجات انا بحب ايه تنعمل بالفلفل الاحمر. ماشي. بس انا والله اصلا مش بحب الحاجه اللي بتبقى متخزنه يعني. حتى الثوم بحس ريحته اقوى لو هو فريش وكده. بس كمان انا لسه جايه من بيت بابايا امبارح، يا دوب بس نظفت البيت وان كان معايا حاجه رصيتها بتاع، غسلت هدومي بتاع مش عارفه ايه كده يعني. واروج البيت وكده. ف وبعت ابني جاب لي بقى خضار. في واحد بيبيع جنبنا جاب منه طماطم باذنجان بطاطس فلفل خيار كده. فاما التوم بقى فمش جبت لسه، فواجد زنجة هو حلو في ايه بقى. عشان كده انا لسه جاي من بيت بابايا وكده، ومش عندي مثلا التوم اللي هو الفريش الطازه ده، فاني بطلع من الفريزر واستعمل، مش اقول لواحده هاتي ولا كده يعني. فاهميني؟ فاني بحب الحاجه تبقى عندي يعني عامله ايه، ستيبن، يعني لما اعوز اطلع، مش عوزت خلاص بسيبه زي ما هو في الفريزر. بيجيله برضو وجه عوزه معايا. وبس كده زي ما انتم شايفين كده احنا بندبل اهو. طبعا مش موضوعنا. بنعين بندبل الثوم اهو والفلفل مع بعض زي ما انتم شايفين. حطينا الثوم والفلفل دبلناه في شويه زيت، مش عارفه انا والفلفل نحط زيت ولا لا.
يبقى دبلنا الثوم والفلفل مع الزيت. بعد كده حطينا عليهم يجي 5 طماطميات كده متقطعين صغنون كده، وهنحط لها شويه ملح وشويه فلفل احمر اللي هو البودره، او عايزه تحطي شويه شطه تحرريها اكتر من كده، انما انا والله فضلت اكح هي حاره ان شاء الله يعني. ماشي، فهحط لها شويه ملح واسيبها تتسبك مع بعض شويه. وبعد كده هنحط فيها الايه البطاطس والباذنجان، هوريكم وخليكم معانا ان شاء الله. وهنا برضو قلنا نجلي كام فلفلايه كده بتبقى حلوه جوه في قلب المسجعه، بتبقى طعمها جميل. جربوها كده، بنحطهم مع البطاطس برضو يعني والباذنجان وكده. وهنا بقى هنعمل شويه مكرونه. ماشي، اللي عايز يحط مسجعه كده على المكرونه بتبقى طعمه، اللي عايز ياكل مكرونه كده ياكل. يلا ان شاء الله ما هتحوش. شويه زيت كده كريستال حلوين كده. ماشي، لو عندك فلفل احمر بودره حطي، مش عندك خلاص. انا صراحه مش بستعمله في البيت، بس في البيت بابايا بستعمله. ماشي، يبقى احنا حطينا هنا شويه زيت اهو كريستال، وهنحط ايه شويه طماطم ضاربين كام طماطمايه كده اهو. ماشي، هنسيبهم يتسبكوا كده مع بعض. هنعمل ايه كيسين مكرونه. يبقى احنا حطينا شويه زيت، لو عندك سمنه كريستال حطي، بس صراحه مش عندي لسه هجيب. لو انا عايزه تعملها بسمنه بس اعملي بزيت، بس احنا عملنا كذا مره المكرونه يعني مع بعض، بس دي الطريقه العاديه خالص القديمه يعني. تحطي الزيت او السمنه وعليها الطماطم وبس ومرقه وخلاص على كده. اللي مسجعه كده يا حبايبي خلاص، الطماطميه زي ما انتم شايفين كده دبلت كده. هنحط بقى الباذنجان والبطاطس اللي احنا جليناهم مع بعض كده. ماشي، الفلفل بس والله مخلينا عماله كح. وزي ما انتم شايفين برضه هنعمل شويه مكرونه وريتكم اني، فحاجه بسيطه كده النهارده اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين اهو حطيت الحاجه اهي البطاطس والباذنجان وكله. وبنجلبهم اهو مع بعض اهو، بس بنحاول ان احنا مش نكسرها يعني. اي نعم هي كده كده هتتكسر وناكلها وعادي، بس عشان يبقى شكلها ايه حلو في الطبق. ماشي اهو، ننزلها كده في الطماطم. هنديها بس غلوتين 2 بس كده مع بعض، وبعد كده بنطفي عليها، مش نسيبها اكتر من غلوتين 2 وخلاص على كده زي ما انتم شايفين. ماشي، وبالهنا والشفا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو خلصناها. بس انا نسيت اقولكم برضو على حاجه، ان مش بنحط على المسلجعه غير ملح بس، ولا بتحطي فلفل اسود ولا كمون ولا اي حاجه من دي. صدقوني في ناس بتحطوا كمون وبتاع، بس لا والله هي كده جميله. ماشي، والمكرونه كده يا حبايبي اتسبكت. طالما السمنه طلعت على الوش كده يبقى الطماطم بتاعتها اتسبكت. هحط لها بقى شويه ميه ونحط المكرونه وملح وفلفل اسود وشويه شطه ومرقه بس كده. زي ما انتم شايفين اهو حطينا كيسين مكرونه. نشوف عايزه شويه ميه ولا لا. احسن حاجه ان انتم مش تغطوا المكرونه بالميه جوه عشان مش ايه تبقى متعجنه منكم، لازم تخلوها باينه كده تمام. ونظبط الملح بتاعها وبس. وكل شويه يا حبايبي بنفتحها نقلبها علشان المكرونه مش تمسك في بعضيها وتلزق كده. فاحنا كل شويه بنديها تقليبه ونقفل لحد ما تشرب الميه دي خالص تنشف خالص. بعد كده ايه بنوطي عليها بس كده يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده بالهنا والشفا عملنا اهو شويه مكرونه، عشان يعني عيله اصلا من عشاق المكرونه بيحبوها. وادي بيضه اهو سلقناه، وادي ايه اللي مسجعه. يا رب ان شاء الله تكون المسجعه بتاعتنا عجبتكم والطريقه تكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم. بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.